تخيل ان داليدا اللي بقت واحدة من اعظم نجمات الغناء في العالم بدأت حياتها في حي شبرا بالقاهرة، غنت ب9 لغات مختلفة وحققت شهرة عالمية. في الحلقة دي هنعرف ازاي بقت الملكة اللي بنشوفها دلوقتي واسرار محدش يعرفها عنها. انا مريم محمد وده برنامج اسرار نجوم العرب. داليدا الفنانة اللي خلت الغناء يبقى فن راقي، ومن أول ظهور ليها الجمهور وقع في حب موهبتها. بس من ورا الكاميرا داليدا عندها حكايات وأسرار ممكن تخليك تشوفها بنظرة تانية خالص. في الحلقة دي هنتكلم عن مشوارها وأهم أعمالها وأغرب حاجة عملتها عشان تبقى النجمة اللي هي عليها دلوقتي، وكمان الجوائز اللي حصلت عليها. يولاندا كريستينا جيجيليوتي المعروفة باسم داليدا اتولدت في 17 يناير 1933 في حي شبرا بالقاهرة لعائلة إيطالية الأصل. والدها بيترو جيليجوسي كان عازف كمان في أوبرا القاهرة، ووالدتها فيلومينا كانت ربة منزل. وداليدا من صغرها كانت بتحب الفن والغناء. في سنة 1954 شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر وفازت باللقب، وده فتح ليها أبواب السينما المصرية، فشاركت في فيلم سيجارة وكاس. بعد نجاحها في مصر قررت داليدا تسافر لفرنسا عشان تحقق حلمها في الغناء العالمي. في سنة 1956 أصدرت أغنيتها الشهيرة بامبينو، واللي حققت نجاح كبير وخلتها تتصدر المشهد الفني في فرنسا. استمرت داليدا في إصدار الأغاني الناجحة زي جيجي لاموروزو وحلوة يا بلدي، واللي خلتها نجمة عالمية. داليدا حصلت على جوائز وتكريمات كتير خلال مسيرتها الفنية، منها جائزة أوسكار البلاتينية، جائزة جولدن شيوال، جائزة جراند بريكس، جائزة أوسكار جوك بوكس العالمية من إيطاليا، جائزة سيكو فيولا من البرازيل عن فيلم زوربا اليوناني، جائزة ميدم لأفضل فنان موسيقي مبيعا، أعلى وسام استحقاق فرنسي وهو جائزة جوكا الشرف عام 1981، جائزة فيكتوار دولا موسيقى عن مجمل أعمالها في عام 1986. حياة داليدا الشخصية كانت مليانة بالتحديات. سنة 1961 اتجوزت من لوسيان موريس، وده كان مدير محطة إذاعية، لكن الزواج ما استمرش كتير. بعدها دخلت في علاقة عاطفية مع شخصيات معروفة، لكن للأسف كتير منهم انتهوا نهايات مأساوية. داليدا كانت معروفة بحبها للأعمال الخيرية، وشاركت في حملات لدعم الأطفال والمحتاجين، ودايما كانت بتستخدم شهرتها لمساعدة الآخرين. بفضل مسيرتها الفنية الناجحة قدرت داليدا تحقق ثروة كبيرة، وده من خلال مبيعات ألبوماتها وحفلاتها حول العالم. داليدا غنت في أكتر من 20 بلد حول العالم، وقدرت تجذب جمهور كبير بفضل غناها بلغات مختلفة زي الفرنسية والإيطالية والأسبانية والألمانية واليابانية كمان. رغم النجاح الكبير داليدا كانت بتعاني من اكتئاب وصراعات نفسية بسبب فقدان ناس عزيزة عليها، وده كان ليه تأثير كبير جدا على حياتها الشخصية والفنية. في 1967 حاولت داليدا الانتحار بسبب مشاكلها الشخصية، لكن قدرت تتغلب على المرحلة دي وترجع بقوة للمسرح. داليدا فقدت حبيبها المغني الإيطالي لويجي تينكو اللي انتحر بعد فشله في مهرجان سان ريمو، وده كان من أكتر اللحظات المؤلمة في حياتها. في 3 مايو سنة 1987 العالم اتصدم بخبر انتحار داليدا في بيتها بباريس، وده كان بسبب الاكتئاب اللي مسيطر عليها لفترة طويلة. الرسالة اللي سابتها كانت مؤثرة جدا: سامحوني، الحياة لم تعد تحتمل. وفاتها خلت العالم كله يتكلم عنها، والجنازة بتاعتها حضرها أكتر من 30,000 شخص، وده كان دليل على حب الجمهور ليها. بعد وفاتها تم نصب تمثال لداليدا في حي مونمارتر بباريس، وده بيعتبر مزار لكل محبيها اللي بييجوا من كل أنحاء العالم. رغم مرور أكتر من 30 سنة على وفاتها، أغاني داليدا زي حلوة يا بلدي وبامبينو بتتسمع وبتحقق نجاح كبير. في 2017 اتعمل فيلم عن حياة داليدا بيحكي قصتها من البداية للنهاية، والفيلم ده حقق نجاح كبير وخلى الجيل الجديد يعرف عنها أكتر. دي كانت حكاية داليدا الملكة اللي خلت الغناء يبقى سحر، واللي أثبتت إن الفنان الحقيقي هو بس اللي يقدر يعيش في قلوب الناس حتى بعد رحيله. إيه أكتر أغنية أو موقف حبيته ليها؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن نجوم الفن. أشوفكم الحلقة الجاية.